مساء الخير، انا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس. لو اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة، وفنانتنا النهاردة من نوع مختلف، يهودية، وكانت بتمثل انها يهودية. هي الفنانة فيكتوريا كوهين، ولدت في 5 يناير 1891 وتوفت في 9 مارس 1966. هي ممثلة مصرية من أصل يهودي. اشتغلت في فرقة يوسف وهبي ومسرح رمسيس، كما عملت بعدها في مسرح مع نجيب الريحاني. ومن أهم المسرحيات اللي قدمتها أنا فين وانت فين، وكانت بدايتها الحقيقية سنة 1923 في فيلم برسوم يبحث عن وظيفة. وبعدها شاركت في أفلام عديدة جدا، من أبرزها ربع العدوية، آخر شقاوة، أنا وهي، قالوا في المثل، عريس في علبة، النصف الآخر، أجازة صيف، المشاغبون، وأفلام عديدة جدا زي عريس لأختي. من أهم المسرحيات اللي عملتها أنا وهو وهي عام 64 قبل وفاتها بعامين. المعروف عن فيكتوريا كوهين إنها كانت بتمثل أغلب أدوارها كانت بتطلع بدور يهودي، زي الفيلم العبقري اللي عملته آخر شقاوة مع حسن يوسف ومحمد عوض، لما طلعت أم ستيفان روستي وكانت بخيلة جدا لدرجة إن هي ما كانتش عايزة ابنها ستيفان روستي يقعد معاها في البيت علشان ما ياكلش ولا يشرب. فالله يرحمها ويرحم الجميع، وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتكتب لنا في الكومنتات ايه قصص حياة الممثلين اللي انت عايز تعرفها او اللي انت سمعت عنها لأول مرة. شكرا جدا. وقصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، عشان كده تستنينا في الحلقات الجاية من قصص حياة الفنان في دقيقة. سلام عليكم.